السلام عليكم ورحمة الله. معاكم منال، والنهاردة هقدم لكم كنافة بالفراولة ان شاء الله تعجبكم، وطريقة سهلة وليها تريكات كده. تابعوني معايا وهقول لكم على كل حاجة بالتفصيل. بسم الله نبدأ. اول حاجة انا معايا الكنافة كانت في الفريزر، طلعتها وكسرتها بالشكل دوت، وممكن تضربيها في الكبة لو كنت عايزة تكسريها ناعم اكتر من كده. بعد كده عندي كيلو من الفراولة، انا مخرطاها ونقعاها في سكر حوالي كوباية الا ربع سكر. انا مش عايزاها تبقى مسكرة قوي، فبالتالي انا نقعتها بس في كوباية الا ربع سكر. خرطتها وسبتها في التلاجة لتاني يوم، يعني انا عاملاها قبلها بيوم. انا هضيف لها هنا معلقة كبيرة من الجيلاتين، او ممكن تضيف لها معلقة كبيرة من جيلي الفراولة. هقول لكم بالتفاصيل مع بعض. بعد كده بجهز للكريمة بتاعتي او المهلبية. معايا نص كيلو من اللبن، معايا 4 معالق من النشا، ومعلقتين من السكر. لو بتحبوا السكر زيادة طبعا زودوه، هي هنا كده السكر مظبوط قوي. ممكن تزودوا تخليها 3 معالق كبيرة من السكر، ورشة فانيليا. وانا هنا هضيف عليها معلقة كبيرة او معلقتين كبار من الزبدة البلدي. ممكن تضيفي قشطة لو مش عندك زبدة بلدي او كريمة، او ممكن شوكولاتة بيضة. طبعا كل دوت علشان تعززي النكهة وتبقى النكهة احلى بكتير. هنا الزبدة هتخليها كريمي، وفي نفس الوقت هتخليها فيها لمعة كده وطعمها جميل جدا. انا هحط الفراولة على النار، ولما تطلع ريم بشيله بالشكل دوت، وبسيبها تغلي لغاية ما المية تقل شوية، وتبدأ ان هي الفراولة تبقى طرية او تستوي شوية. وطبعا ببقى بقلب المهلبية بتاعتي باستمرار علشان النشا ما يكلكعش. تمام، هنا استوت والمية قلت، ببتدي ان انا احط الجيلاتين او الجيلي الفراولة المتوفر عندك، وبقلبه كويس جدا وتأكد ان هو داب وان هو مفيش اي تكتلات. تمام بالشكل دوت. وبعد كده بعد ما اتأكد ان هو داب بطفي عليه النار، وبسيبها بقى طبعا تهدى خالص وقبال ما احضر الكنافة. وبعد ما تبرد او تستهدى، طبعا مش تبرد خالص، بضيفها على الكنافة. طبعا المهلبية بتاعتي خلاص اهي بدأت تغلي وتستوى. طبعا انا مش عايزاها تكون القوام تقيل قوي، انا عايزاه يكون متوسط. طفيت على الفراولة وبتبقى بالشكل دوت. تمام. طبعا هي بتفضل دافية لغاية ما بخلص الكنافة. هنا حطيت زبدة وحطيت سمنة، وهبتدي ان انا احمر الكنافة بتاعتي. بقلبها باستمرار طبعا علشان ما تتحرقش، وبعد كده توصل للون الذهبي بطفي عليها. وبكون مجهزة الشربات من قبليها، حوالي كوبايتين مية وكوباية ونص سكر، بس مش بسيبه يتقل قوي، يعني بيبقى متوسط علشان الكنافة بتاعتي ما تمسكش في بعضها جامد. خلاص انا هنا بقلب لغاية وصلت للون دوت. طبعا الشربات بيكون بارد والكنافة بتكون سخنة. بنزل بالشربات على الكنافة بالشكل دوت. هنا البخار كان هيطلع على الكاميرا. وبقلب، بضيف كل كمية الشربات بتاعتي على الكنافة، وبقلبها كويس جدا عشان اتأكد ان الشربات وصل لكل الكنافة واتقلبت كويس جدا. طبعا طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة صعبة، وهتكون طبعا طعمها احلى من اللي بنشتريها من بره، وتبقى غالية وتكلفتها اعلى بكتير. فدي اسهل، وفي نفس الوقت طعمها مضمون وبتكفي كمية كويسة يعني. طبعا تقدري تحطيها في بولة، او تقدري تحطيها في كوبايات ازاز او كاسات ازاز تقديم، على حسب ما انت حابه. انا هنا هعمل طبقات. اول طبقة حطيت الكنافة، وبعد كده هحط الكريمة. شايفين الكريمة مش تقيلة ازاي، يعني كويسة، ولا تقيلة ولا خفيفة. بعد كده هحط طبقة من الكنافة تاني. تمام. وممكن تعملوا برضو طبقة كريمة وطبقة من الفراولة، يعني تزودوا كمية الفراولة وتعملوا طبقات زي ما انتوا حابين.
طبعا هي طعمها تحفة وجميلة جدا وهتعجبكم. جربوها واكتبولي في التعليقات وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو حابين وصفة جديدة اكتبولي في التعليقات وانا اعملها. بعد كده هضيف تاني طبقة كنافة بالشكل دوت، تتفرد بسهولة خالص. يا رب تعجبكم وان شاء الله تجربوها، سهلة جدا 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 ومبتاخدش وقت، مناسبة جدا للعزومات. تقدري تعمليها قبليها بيوم وتاني يوم تقدميها في العزومة. طبعا هتكون قعدت في التلاجة براحتها والطعم شرب من بعضه وبقى ألذ وأحلى بكتير. واخر طبقة هحطها هي طبقة الفراولة بالجيلي، جميلة جدا. على فكرة ممكن تستغنوا عن الجيلي وتحطوا نص او عصرة ليمونة صغيرة، هتجمد برضو، هيكون جميل جدا. سهلة قوي، طريقتها سهلة وما فيهاش اي حاجة وشكلها جميل جدا وطعمها اجمل بكتير. يا رب تعجبكم. انا هنا حطيتها في التلاجة وطلعتها من التلاجة، هنا ما قعدتش في التلاجة كتير، هي قعدت حوالي ساعة او ساعة ونص، مش ياما قوي. وبقطعها، تقدري تقطعيها مثلثات او مربعات صغيرة على حسب ما انتي حابة. سهل قوي حتى في التقديم. وطبعا لو جربتوها، طبعا طبقات اهي باينة، ولو جربتوها هتعملوها كتير لان هي بجد مش مكلفة وارخص من بره وطعمها جميل جدا. يا رب تجربوها وتعجبكم، طعمها تحفة بجد بجد. الميكس الفراولة مع الكريمة مع الكنافة بجد تحفة قوي، لازم تجربوه بجد. طعمها جميل جدا وهي خلصت في ساعتها من كتر ما هي طعمها جميل. يعني من حلاوتها ان انتوا متكتروش في السكر، لان بجد هي طعمها والمزازة بتاعة الفراولة مخلية طعمها تحفة. باذن الله تجربوها وتعجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.